هذا رجال خطب له أبوه وتم كل شيء، قالوا بس كتب الكتاب والزواج يتم في يوم واحد. كتب الكتاب بعد صلاة المغرب والزواج تم. قدمت الدعوات والناس حضروا الزواج والقصر مليان. دخل الشيخ ودخل المعرس وابو العروس واخوانها. ابو العروس مسك المعرس وخالاه دخل بمكانه، قال يا ولدي في موضوع في العروس انا ما علمتك عنه او يمكن احد ما علمك عنه. قال وشو؟ قال البنت ما تشوف الا بنسبة 40% في عينها اليسار والثانية 100%، ولو ما علمناك ما دريت. قال عورة؟ قال لا يا اخي مي بعورة، عندها ضعف في البصر وانا حبيت ابري ذمتي. قال ليش ما علمتوني من اول؟ المهم صار في جدال. جاء ابو المعرس قال وش فيه؟ قال والله في موضوع انا علمته الولد الان على اساس يعني من باب الايضاح. قال وش الموضوع؟ قال الموضوع قال ابن الحلال ما فيها شيء، قم بس وقع العقد. يقولها لابوه. قال لا يا ابوي ماني موقع العقد. صار جدال بين الابو يا ابوي، خذ بشته واطلع من العرس زعلان. قال الشايب ذا ضاق صدره ابو العروس والناس. قم الشايب مد يده، قال له مد يدك. يوم مد يده وسلم عليه قال له ما تزوجني واترك عنك هالمروح. قال والله انك كفو، والله انك تستاهلها، والله ان وقفتك هذه عندي تسوى الدنيا، خلني اسالها وارجع لك. قال يا بنتي القصه كذا وكذا. قالت المشورة تعلمها. قال يا بنت الحلال ما خلاص انتهى الموضوع، انت موافقه ترى انا موافق. قالت يا ابوي اللي انت فيه انا فيه. جيبوا دخلوا الشايب وقعوا العقد وياه، وقع وانتهت الامور. خذ العروس راح بها الفندق اللي حاجزه ولده وقعد 5 ليالي. الولد راح للبيت، العرس تم ولا حد يعني الامور تمام. يوم جت الساعة 4 الفجر جت الام في جمس مع بناتها رايحين للبيت. يوم دخلوا لهذا شاري له همبرجر ومشغل له مباراة وحاط بشته على هذا ماد رجوله. قالت خير ان شاء الله، وين عروستك؟ قال المعرس رجلت. قالت نعم. قال المعرس رجلت وتطيح ويغمى عليها. تزوجون لي عوره؟ قالت عساك العوار اللي يعور قلبك. وش العوره؟ وش السالفه؟ ويعلمها السالفه. قالت المرأة ما فيها شيء. حسبي الله ونعم، والله اني رقصت رقص ما عمري رقصت في حياتي. المهم خذ له اسبوع وجاء وسلم. قالت تتزوج؟ انا قال انا بحل المشكله، انا والله ما لي قصد ولا نيه، بس هالعالم اللي عزمناهم وهالضيوف اللي حضروا في هالقصر، فانا دخلت في هالموضوع ابى احل هالمشكله هذه.